الحبايب، مساء الخير. بعد اللي انا سمعته واللي عرفته عن اللي عمله احمد سعد في علياء البسيوني، عايز اقول لك يا بنتي لو تقلك ذهب اوعي ترجعي. يمكن رضوى الشربيني قالت شويه تفاصيل وانا هزيد على التفاصيل دي. اللي حصل يا جماعه ان هي كانت موجوده معاه في جده، هو عنده حفله هناك وكانت سايبه بناتها الاثنين من ضمنهم بنت عندها 4 شهور مع مامتها هنا في مصر. مامتها اتصلت بيها: الحقيني يا علياء، انا عملت حادثه وبنتك كانت معايا. جت جري هي وسابت احمد هناك، راحت على المستشفى. الدكتور قال لها لازم عمليه علشان البنت لو ما اتعملهاش عمليه ممكن يحصل لها اعاقه. من الاخر يعني. كلمت احمد طبعا جوزها بحكم ان هو ابو البنات، يعني يا احمد الوضع 1 2 3. فقال لها انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ موضوع بسيط جدا، حطها في الجبس. قالت له يا احمد خلص الحفله ومن فضلك تعالى. طيب تمام ماشي. خلص الحفله وجه على مطار القاهره وكان السواق بتاعه مستنيه. طلع من مطار القاهره على الساحل الشمالي. اتصلت بيه: انت فين؟ انت ما جيتش ليه؟ قال لها انا في الساحل الشمالي. انت بتهزر، انت عديم المسؤوليه، انت ما عندكش اي احساس اساسا، دول بناتك، انت انسان، انت بتفكر وما اعرفش ايه. ويعني خناقه حرقه قلب يعني. قال لها بقول لك ايه هطلقك، انت طالق اصلا، بلاش دوشه ولا بنات ولا انا مسؤول، انا مش مسؤول، انا في شغلي، يلا. والمأذون خلص وتمام التمام واداها الورقه بتاعتها. صدمة أم وصدمة زوجة. صدمة يعني بنتها تعبانة ومهددة إنها تعيش طول عمرها بإعاقة، وصدمة زوجة إنها كانت في ظهر زوجها لحد من يومين، هي اللي بتفكر له، هي اللي بتخطط له، ويقول لها مع السلامة يلا. فطبعا هي اتقهرت وكتبت الكلمتين اللي هي كتبتهم عندها على السوشيال ميديا دي، والمفروض ما كانتش تكتبهم بصراحة يعني كانت تفضل للآخر خالص هي الراجل اللي في الموضوع يعني. طيب ايه بقى اللي بيفكر فيه احمد وازاي احمد بيتعامل؟ انا عايز اقول لكم يا جماعه، في ناس لما تصاب بداء النجوميه بتصاب معاه بداء الانانيه. يعني ايه؟ يعني يبقى نجم يعيش لنفسه بس، نجوم، يلبس ايه، ياكل ايه، سفرياته عامله ازاي، فلوس، حفلات، معجبين ومعجبات، علاقات، هو ده. طيب والبيت اللي هو عمله والزوجه والاولاد اللي هو خلفهم، اخر حاجه ممكن يفكر فيها ان لم يكن اساسا ممكن اصلا ما يفكرش فيهم. طب انت عملتهم ليه؟ اهو يعني سنه الحياه، وفي نفس الوقت يبقى ليا بيت اروح واجي عليه، ما انا هعيش في الاوتيلات طول عمري ولا هعيش لوحدي؟ يعني البيت بقى اللي عمله ده ممكن يدخلوا في الشهرين مره. والله العظيم اعرف نجوم اقسم بالله ما بيدخلوا بيوتهم خالص نهائي، يعني كل فين وفين ممكن ينام في المكتب بس ما ينامش في البيت. طيب تمام ماشي مفيش مشكله. فبعد لما النجوميه بقى والاضواء تنحصر من عليه، اللي هو مثلا بعد 10 سنين 15 سنه، فيرجع للبيت فيتفاجئ ان في حاجات ما كانش واخد باله منها. ايه ده انا عندي بنات، ده انا عندي عيال، ده العيال كبرت، ده خلصت الجامعه، ده العيال، ده ابني بيشتغل. هو ده حصل امتى؟ حصل وانت مسطول، حصل وانت في الغيبوبه حضرتك، حصل وانت مش هنا. واللي عمل ده كله الام. عشان كده هو هيحس بغربه، وبيحس بغربه تجاه عياله اساسا مفيش اي مشاعر بينها وبينه. بجد والله العظيم بجد، ولا يعرفوه ولا مهتمين بيه ولا اي حاجه خالص. ليه؟ ده انا اللي كنت بصرف. انت بتصرف ايه؟ اصل التربيه مش فلوس حضرتك، التربيه حاجات تانية، التربيه مشاركه. ده انت لا كنت تعرف هما تعبوا امتى، ودخلوا المستشفى امتى، وراحوا للدكاتره امتى، ومشاكلهم في المدرسه ايه، وجابوا في المدرسه نتائج عامله ازاي، وايه مشاكلهم اللي كانت بتقابلهم في النادي، والتمرين راحوا التمرين ولا ما راحوش تمرين، اتعلموا كويس ولا ما اتعلموا. ده انت ما تعرفش، ده انا اعرف ناس ما يعرفوش اصلا عيالهم في سنه كام، اقسم بالله. ولا هنا بس هو يعني مفكر ان هو لما يبعت لهم فلوس كده تمام التمام. انا كان ليا واحد اعرفه وانا في الجامعه، ابوه كان مسافر بره، كان في السعوديه او في الكويت اكتر من 20 سنه، فكان بيجي شهر واحد بس في السنه، شهر كل 12 شهر يجي شهر في السنه. كان واسود شهر يعدي على هذا الشخص لما ابوه يكون موجود في الشهر ده، لان مفيش مشاعر بينه وبين ابوه نهائي. ابوه مفكر ان هو شقيان هناك عشان يعلم العيال ويربيهم، لكن ده اصلا امر خادع. انت هتربي العيال لما تبقى في وسطيهم، او تاخدهم معاك هناك، مش قادر تاخدهم معاك هناك تنيل وتعالى هنا. تمام؟ فهو كان يبقى اسود شهر. العلاقه لحد دلوقتي بين هذا الشاب اللي هو صديقي وابوه علاقه فتره جدا، ولا يعرفه ولا حطه في حساباته اساسا. فده اللي بيحصل مع النجوم.
فلما يرجع يتفاجئ بده يتصدم، بس الصدمه بتيجي بعد فوات الاوان. فعشان كده علياء عايز اقول لك على حاجه، انت لو رجعت لاحمد او لو ما رجعتليش لاحمد، هو كده كده اساسا محصل بعضه، يعني وجوده في حياتكم او عدم وجوده محصل بعضه، هو اللي هيكون مؤثر في تربيه البنات، سواء هو متجوزك او حتى هو منفصل عنك. انت حتى لو انفصلتي عنه وفضلت منفصله، يعني هتشوفي حياتك وهتشيلي هم من على كتافك كبير قوي، وهتشوفي حد هيقدرك ويصونك ويتجوزك وتخلفي منه عادي تاني، وبناتك هيتربوا على فكره احسن تربيه، لان انا عارف دماغك عامله ازاي. علشان كده قرري انك انت اوعي ترجعي له تاني ابدا. احمد يا جماعه لحد 2017 اقسم بالله ما كان عنده شقه، لحد 2017 اخر 2018 بدايه 2018 ما كانش عنده شقه، رصيده في البنك تقريبا كان صفر. لما اتجوز علياء النهارده ساكن في احسن فيلا في مصر، النهارده مع احسن عربيات بيركبها. هي دي علياء البسيوني اللي عملت احمد سعد، اللي هو رماها في كلمه: انت طالق، اصل انت هتدوشيني ليه؟ انا في الساحل، روحي، ربنا معاكي. شكرا.